الناس اللي بتفكر تجيب موبايل جديد في مصر الفترة دي لازم تعرفوا إن الأسعار طالعة جامد جدا، عشان بعض الشركات رفعت أسعار هواتفها من 20 ل 30%، وده بعد إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف الشخصي في يناير. الموضوع مش بس في مصر، لكن الماركات العالمية دخلت السوق المصري بقوة، حوالي 15 علامة تجارية بأكتر من 50 موديل، وده زود المنافسة لكن في نفس الوقت رفع الأسعار شوية. محمد هداية رئيس شعبة الهواتف المحمولة قال إن زيادة الإنتاج المحلي للهواتف ممكن تساعد في خفض الأسعار، لأن كل ما يكون في إنتاج أكبر القوة الشرائية بتزيد والأسعار تبقى مناسبة للناس. كمان تقليل الاعتماد على الاستيراد هيقلل ضغط العملة الصعبة على السوق، لكن السبب الرئيسي للارتفاع دلوقتي حسب هداية هو نقص مخططات صيانة الهواتف العالمية. يعني الشركات مضطرة تزود الأسعار رغم وجود تسهيلات من الحكومة لتوطين الصناعة محليا. هو كمان أكد على أهمية فتح استيراد الهواتف من الخارج عشان تمنع الاحتكار وتخلي المنافسة عادلة، والناس كمان تقدر تختار السعر المناسب بجانب جودة الخدمة وكمان الضمانة. ونصح اللي ناويين يشتروا موبايل دلوقتي أفضل حاجة تشتروا الموديل اللي يناسب احتياجاتكم ويكون عليه ضمان كويس، بدل ما تعتمدوا على ماركة معينة بس، لأن الأسعار في زيادة مستمرة.